لو فعلا عايزه تتعاملي معاه بذكاء وناويه تعيشي مع الراجل ده ومش هتسيبيه، فانا عايزه منك ان انتي يبقى فيكي صفه احنا مش هنعرف نغيره، ولكن هنعرف نغير تاثيره علينا. ده اللي احنا هنشتغل عليه، وده اللي انا هعملهولك الفتره الجايه، ان تاثيره عليكي يقل. عايزه منك ان انتي تتعلمي التجاهل السلبي والايجابي. بمعنى هو ليه تاثيرين، يا اما تاثير استفزازي بيوصلك للانهيار، يا اما تاثير ايجابي علشان عايز منك مصلحه. انتي في التاثيرين بوكر فيس، بوكر شخصيه، مفيش اي تاثير عليكي، مش مؤثر اصلا. ازاي بقى؟ لما يجي يبقى عاوز التاثير السلبي اللي هو الخناق والاستفزاز، عايزاكي تبقي ست بارده، عايزاكي تبقي ست ما بتبينش انهيارها وعندها ثبات انفعالي. وده هيجي مع التعلم، مش هيجي من اول مره. احنا مش آلة، سهل ان انتي تتأثري، سهل ان انتي تتهزي وكلامه يأثر عليكي، لان ده واحد عايشه معاه، واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش. انا حاسه بيكي، عايزه منك ان انتي ما تدخليش معاه في افتعال للمشاكل، لان هو بيحب قوي ان يشوفك كده، وبيحب قوي ان يلاقي حد يعنفه ويلاقي حد يتخانق معاه، لان هو في طبعه اصلا شخص ضعيف، فهو مش بيلاقي الحاجه دي بره، بيلاقيها معاكي انتي، فبيحب يمارس ده عليكي، فانتي تديله الفرصه. طب انتي عارفه كويس قيمه نفسك وعارفه كويس انتي ايه، هل شخص زي كده يأثر فيكي؟ مفروض ان هو لا. طيب ايه التأثير الايجابي اللي بيعمله؟ التأثير الايجابي ان هو يبقى زي ما بيقولوا عليه كده هوفرنج، اللي هو يديلك حاجات حلوة عشان هو عايز منك مصلحة، بمجرد ما اخد المصلحة دي شكرا قلب عليكي وعاملك وحش. وانتي فاهمة كويس الاسلوب النرجسي، عايزاكي وقت ما يديلك الاسلوب الحلو ده ما تديش ردة فعل ان انتي ما صدقتي ان هو كده، او تدي ردة فعل ان انتي خايفة ان هو يقلب عليكي، عايزة ان هو ده العادي المتوقع، ولا تقولي له ها خير ناوي على ايه عايز مني ايه وتبيني له ان انتي كشفاه. خليكي عبيطة، خليكي وقت ما يبقى حلو انتي حلو، وقت ما يكون وحش انتي كمان حلوة ومش فارق معاكي. كأني انا بكلم حد ما بيسمعش، مهما كلمته هل هو هيسمعني؟ طيب انا فاكره ان هو بيسمع وانا قاعده اكلم فيه وهو مش عايز يرد عليا، انا هحس بايه؟ هحس ان انا متضايقه، انا لازم يترد عليا، انا ازاي ما يتردش عليا؟ فانتي متخيله هتاثري عليه قد ايه؟ متخيله تاثيرك هيبقى عامل ازاي؟ تخيلي بقى لو اتعلمتي التكنيك ده، تكنيك التجاهل ده، ان انتي عايزاكي تبقي في البيت ما بتسمعيش، ولا بتسمعيه بقلبك ولا بتسمعيه بده خالص، ولا في الحلو ولا في الوحش. ده هيقلل تأثيره عليكي، لان انت لو قررتي تسمعيه وتتجاوبي معاه وتردي عليه ده هيأثر عليكي نفسيا، حتى لو اخدتي حقك، حتى لو عشتي في خناق وفي كده معاه وانت اللي كسبتيه في الاخر، انت هتتعبي نفسيا عشان انت سويه، هو مش هيتعب. هو اصلا اوريدي شايفك وحشه، وشايفك ان انت يعني ايه لمصلحته، وان انت ولا حاجه، مش شايفك كبني ادم، لان هو مش بيشوف حد بني ادم، هو بيشوف الناس كلها مصلحه. فانا مش عايزاكي ان انتي تبقي بني ادم عنده احساس معاه، خلي احساسك وعواطفك وكل حاجه انتي بتحسي بيها مع ولادك مش معاه هو. هو خلاص بالنسبه لك ده واحد قلبه ميت، ما عندوش مشاعر، غير سوي. خلاص انا اخليه بالنسبه لي زي ما هو بيعاملني، اخليه مصلحه. انا ايه مصلحتي منه؟ بيصرف عليا، تمام، خلاص انا مش هشوفك في اي حاجه تاني، ولا هتعشم فيك في اي حاجه تاني. ايه مصلحته؟ ان هو فاتح البيت، ان هو لو عارف يعامل عياله كويس، ودي اشك فيها لان مفيش نرجسي بيعامل عياله كويس، ولكن الحاجات البسيطة اللي بيعملها مع عياله فخلينا محافظين عليها. وانا هحاول بقى ان انا اقف على حيلي، اقف على رجلي، اعمل لنفسي حياة، اعمل لنفسي بدايل، اعمل لنفسي شغل، احوش من وراه فلوس، اعمل حاجة، ما افضلش محلك سر، لان هو مش هيتغير، بالعكس هو هيزيد مع الوقت. لكن انت في ايدك تتغيري، في ايدك تكسريه، في ايدك تبيني ان انت قويه من غير ما تقولي له ان انا هبقى قويه وهعمل فيك. في ايدك تبقي قويه وتعتبريه مرحله انتقاليه في حياتك لحد ما تقفي على حيلك. عتابك المستمر ليه مش هيغير حاجه، مواجهتك ليه قد ايه ان هو نرجسي وقد ايه ان هو مريض وقد ايه ان هو غير سوي مش هيأثر. انا عايزه منك بس انك تكوني عنيفه وقت
ما يجي على ولادك بس يلاقيكي شخصية تانية وعنيفة بحدود ان انت هتحمي ولادك منه، ولكن انت بمنتهى الادب ومنتهى عدم الالفاظ. تقدري تكوني كده؟ اللي زي ده يا اما بيمد الايد يا اما بيشتم، لازم يوصل لحاجة من الحاجات دي، يا اما بيقطع بقى مصروف whatever الحاجات اللي هو بيوصل لها، الحقيرة اللي هو بيوصل لها، انتي خليه ما يوصلهاش وينجح فيها. انتي خليكي عاملة ستوب وموقفاه عند حده، من غير ما تقولي له ان انا بعمل ستوب وبوقفك، من غير ما تبيني له ان انتي قادرة. تعرفي تمثلي عليه، مثلي واحد مريض محتاج ان احنا نمثل عليه، محتاجين ان احنا نتعامل معاه على قد مرضه، وفي نفس الوقت نمنع ونقلل تأثير الولاد ان هما ما يتأثروش بيه، ان هما يتعلقوا بيك انتي اكتر، ان هما يبقوا معاكي انتي اكتر، ان هما ليهم نظام مختلف عن نظامه. لو هو بيرجع من الشغل يبقى هما بيناموا، يبقى هما مشغولين وبيذاكروا. قللي تأثيرهم وقللي تأثيره عليهم. الحياة دي مش مريحة وانا عارفة وحاسة بيكي، ولكن انتي للأسف انا مقدرة ان في اوقات الست بتبقى ما تعرفش ان هي تعمل انفصال وقت ما تحب، لان هي مش جاهزة ان هي تبقى مستقلة ماديا ولا جاهزة تبقى مستقلة نفسيا، لان الاستقلال النفسي بيجي الاول قبل الاستقلال المادي. فالفيديو ده انا بعلمك فيه ان يبقى عندك تجاهل سلبي وتجاهل ايجابي، سلبي مع السلبي وايجابي مع الايجابي، في كل الاحوال انا مش شايفاك. دلوقتي انت بتسألي نفسك، هي دي عيشة انا هعيشها؟ هل دي حياة طبيعية؟ هو مش هيتغير؟ يعني انا افقد الامل؟ انا اسفة ان انا بقولك، ولكن انتي تصميمك ان هو يتغير وتصميمك ان هو يبقى بني ادم سوي ده اللي تعبك اكتر. تصميمك ان انتي عندك امل فيه وان انتي مستنيه كل يوم يتغير، ده بيسرق من عمرك وبيسرق من صحتك، وبيخليكي كل مره بتبقي اعنف واشرس معاه، وبتخليه ياخد اللي هو عايزه منك، الاهتمام اللي هو عايزه، لان انتي متعشمه فيه. اقتنعي ان في بني ادمين وحشين ومش لازم ان هم يتغيروا ويفضلوا وحشين على طول، وان العيب مش فيكي، هو كده، هو اتربى ان هو يبقى غير سوي واختار ان هو يبقى غير سوي، لان كل اللي ما تربوش بطريقه كويسه بيطلعوا وحشين. لا، في ناس كتيره ما شافتش رعايه من اهلها وطالعين كويسين عادي، ولكن ده روحه غير سويه، شخصيته غير سويه، لازم هو كده يجي ينظف نفسه بنفسه، مش انتي اللي هتخليه احسن، مش تصرفك، ولكن انتي اللي هتخلي نفسك وتبقي مسؤوله عن نفسك ان انتي تبقي احسن وان انتي ما تتاثريش. ده مش دوره هو، ده دورك انتي، وانتي قررتي ان انتي تتحملي الوضع ده لظروفك، فلازم تبقي قده، تبقى قده عشان نفسك، تبقى قده عشان عيالك. التجربه الصعبه دي هتقويكي يا اما تضعفك وتخليكي غير سويه، واول حاجه هتبقي غير سويه فيها مع نفسك ثم عيالك. فشفتي هو تاثيره كبير ازاي وانتي مدياله ازاي اكبر من حجمه؟ شفتي ازاي اخد اكبر من حجمه؟ هل هو يستاهل كده منك؟ هل هو يستاهل كل ده؟ هو مجرد فتره في حياتك، مجرد مصلحة انت محتاجاها، اعتبريه كده، اعتبريه مجرد فترة، مجرد مصلحة انت محتاجاها، وعلى اساسها اتعاملي. لو انت ليكي مصلحة عند حد فما بيفرقش معاكي اي حاجة تانية بيعملها غير مصلحتك اللي هتاخديها، عامليه بالاسلوب ده، لان هو ده اسلوبه اللي هو يفهمه، ما يفهمش اي اسلوب تاني غيره.